على العملاق الكبير، على رمز الأمة، رمز عزها وشموخها، العراق العظيم. واليوم يتجرأ هذه الجرأة الشنيعة على العراق. أقول لكم وباختصار لكي لا أخذ من وقتكم: العراق دخل الكويت عام 91 وجرى الذي جرى، وممكن أن نسجل ماذا الذي جرى من اعتبارات مادية واقتصادية ومعنوية على الكويت. في كل عام من أعوام التي تلف ذاك العام، في كل عام يخسر العراق بسبب التآمر الكويتي وبسبب خيانة الحكام الكويتيين وتآمرهم مع الصهيونية والإمبريالية، بقدر ما خسر الكويت ماديا ومعنويا 10 أضعاف. واليوم ترون كيف بكل صلافة ووقاحة يخترق ويضرب عرض الحائط مقررات مؤتمرات القمة، مؤتمر قمة بيروت، ومؤتمر قمة القاهرة، ومؤتمر قمة عدم الانحياز، ومؤتمر القمم الإسلامية كلها، ويهدد بالأمن العراق بالصميم، ويدعو إلى الحشود الأمريكية، إلى أن تتركز الحشود الأمريكية في أرضه. اخرس يا صغير يا عميل، اخرس يا قرد، اخرس أنت أمام العراق.